صباحك منعش مليان روقان وتفاؤل وسعادة. هتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله في الحلقة دي تنمية بشرية عن الصلابة النفسية. عمرك شفت حد قبل كده أو واحدة مثلا تقول لك أنا نفسيتي تعبانة أوي أو مكتئبة أو كده، تقول لها ليه؟ تقول لك أصل جوزي قال لي كلمة ضايقتني أوي، كسرتني. او مثلا حد بيشتغل مثلا في مكان ومدير الشغل ده مثلا ايه وليكن قال مثلا للموظف اللي بيشتغل كلمة سلبية او كده، فاتضايق قال قوي وقال لك انا اتخنقت، انا عايز اسيب مكان الشغل وكده. الناس اللي بتتأثر بالكلام السلبي في علم النفس او السيكولوجي احنا بنسميهم عندنا اسمهم عندهم هشاشة نفسية. ايه عكس الهشاشة النفسية؟ هي الصلابة النفسية. تتولد منين الصلابة النفسية؟ بتتولد من الصورة الذاتية، ان ازاي الانسان اصلا بيشوف نفسه. كل ما الانسان بقى عنده ثقة بالنفس وبقى عنده صورة ذاتية قوية عن نفسه، كل ما بقى ما بيتأثرش باللي حواليه أو بالمواقف أو بالأحداث السلبية أو أي حاجة من دي، بل إن هو بيتعلم منها وبيتطور وبيقوى أكتر. وده الفرق ما بين ناس يعني الحياة بتهزمهم، أو ناس هما اللي بيهزموا الحياة. تيجي تقعد مع شاب مثلا لسه في مقتبل عمره يقول لك مثلا مش بيعمل مشروع او مش بينجح، يقول لك تتكلموا تلاقي عنده مشاعر احباط. البرمجة السلبية من الاخرين برضو اخترقته وبقى عنده هشاشة النفسية. طب ازاي الانسان يكون عنده صلابة نفسية؟ بان هو يشوف اي موقف هو بيتعرض له، وليكن مثلا موقف مثلا ايه، واحد مثلا عايز يعمل مشروع واول ما جاي يعمله ففي مثلا حد مثلا من قرايبه احبطه وقال له المشروع ده مش عارف ايه، فيشوف المشاعر دي، يقعد مع نفسه كده، ياخد نفس عميق ويشوف المشاعر اللي هو بيحس بيها دي، يسميها باسم. مشاعر احباط مثلا، مشاعر مثلا زوجة مع جوزها قال لها كلمة سلبية، تسمي المشاعر دي مثلا، تقعد مع نفسها تسمي المشاعر دي، تسمي المشاعر دي احباط مثلا، حزن، زعل، تسميها باسمها. وتبتدي بعد كده ان هي تتخيل الموقف اللي هي مرت بيه ده وهي مشاعرها متغيرة تماما، بل ان هو بالرغم من الموقف ده او اللي قال لها كده الا ان هي بقت سعيدة او بقت مبسوطة. او بالرغم مثلا الانسان اللي عايز يعمل المشروع ده الا ان مثلا حد احبطه لكن هو بقى مبسوط وسعيد وهو متفائل وهيعمل المشروع ده. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لكم ان العقل الباطن له قوانين، هو المسؤول عن المشاعر. العقل الباطن بيتم برمجته بالخيال. والناس بجد اللي بتحقق اي نجاح في حياتها بتستخدم الخيال بطريقة ايجابية. الناس المكتئبة التعيسة اللي عندها هشاشة نفسية دايما بتستخدم الخيال بطريقة سلبية، فتقعد تفكر في الناس اللي جرحتها، اللي زعلتها، اللي ظلمتها، وبتتخيل المواقف دي فبتدي إشارة عقلها الباطن إن يديلها مشاعر حزن. العكس صحيح. أي موقف سلبي أنت بتتعرض له، اقعد مع نفسك، خد نفس عميق. ولو انتي متجوزة جوزك قالك كلمة سلبية، لو انتي مثلا عندك حماتك قالت لك كلمة سلبية، اي حد، اقعد مع نفسك، شوف المشاعر اللي انت بتحسها، خد نفس عميق، سميها باسم، وابتدي غيرها عن طريق الخيال. اللي بيحصل حرفيا ان انت بتغير في الخلايا العصبية بتاعة دماغك. انت بتعيد برمجة نفسك، بتعيد برمجة عقلك، بتعيد برمجة مشاعرك على السعادة والاستمتاع والروقان. وعلميا بيتولد جوه عقلك خلايا عصبية فيها ناقلات عصبية بتخليك دايما ان انت لو تعرضت لأي موقف الناس بتشوفه سلبي، انت هتتصرف بإيجابية وباستمتاع وبتفاؤل وروقان.
وعايز اقول لك حاجة قبل ما امشي، الصلابة النفسية والقوة النفسية هي انت الحقيقي، قبل ما يتم برمجتك من الناس السلبيين او اي حاجة وكده. فانت اوريدي بتتصل مع قوتك. الهشاشة النفسية دي مش انت، انت الحقيقي هي الصلابة النفسية والحب والمشاعر الجميلة. كل سنة وانت طيب. متنسيش لايك، شير، سبسكرايب، لان اللي جاي فيديوهات قوية جدا جدا جدا. رمضان كريم، بحبكم جدا.